لو قلت لك ان في اكلات بسيطة ممكن تنظف شرايينك وتحافظ على قلبك من غير ادوية هتصدق؟ خليك معايا لحد اخر الفيديو لان رقم 3 هتفاجئك. انا محمد ابو شنب، اخصائي تغذية علاجية ورياضية، ومهمتي هنا ابسط لك المعلومة. ويلا بينا. القلب هو اهم عضلة في جسمك، بيضخ الدم لكل خلية علشان تفضل عايشة، ولو الشرايين اتقفلت او اتسدت بالدهون بيبدأ هنا الخطر الحقيقي. علشان كده النهاردة هكلمك على 5 أكلات طبيعية بتشتغل زي منظف لجسمك من جوه. رقم 1 الشوفان. الشوفان مش بس للفطار، ده كنز للألياف. بيقلل الكوليسترول الضار بنسبة 7% تقريبا، بيمنع تكون الدهون على جدار الشرايين، يعني بيحميك من الجلطات. بس ركز، استخدم الشوفان الكامل أو المقطع، مش اللي فوري وسكره عالي. رقم 2 المورينجا، اللي بيقولوا عليها شجرة المعجزة. فعلا مش هزار، المورينجا مليانة مضادات أكسدة وفيتامينات، وبتقلل الالتهابات وبتساعد على مرونة الأوعية الدموية. وفيها مركب اسمه الكيرسيتين، بيخفض ضغط الدم وبيحافظ على الكوليسترول الجيد. جرب تشربها كشاي أو تحطها على الزبادي أو حتى في السموزي الصبح. رقم 3 بقى عين الجمل أو الجوز. دي بقى مفاجأة الفيديو. الجوز غني بدهون الأوميجا 3 النباتية اللي بتقلل الكوليسترول وبتحسن تدفق الدم. خد منه كام حباية في اليوم وما تزودش عشان سعراته عالية، ويفضل يكون منقوع. كمان الجوز بيساعد على تحسين الذاكرة والتركيز، لأن الدهون اللي فيه بتغذي المخ وبيقلل الالتهابات في الجسم كله، وده معناه شرايين أنظف وقلب أقوى. وفي دراسة بتقول إن الناس اللي بياكلوا جوز بانتظام بيكون عندهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب بنسبة 15% تقريبا. رقم 4 الحلبة. مش بس عشان الشتاء، الحلبة فيها مركبات طبيعية بتساعد على خفض الكوليسترول وتنظيف الشرايين. أفضل طريقة تنقعها بالليل وتشرب المية بتاعتها الصبح على معدة فاضية، هتلاحظ فرق في الهضم والطاقة كمان. رقم 5 أوراق الكاري. الناس بتفتكرها مجرد زينة على الأكل، لكن لا، هي مليانة مضادات أكسدة وألياف بتقلل أكسدة الكوليسترول وتمنع تراكم البلاك في الشرايين. وفيها مادة بتحارب الالتهابات وبتقوي الأوعية الدموية. جرب تحطها في الطبخ أو تشربها كشاي خفيف. الخلاصة إن الأكلات دي مش سحر، لكن مع الالتزام اليومي هتفرق فعلا في صحتك، وهتخلي الدورة الدموية عندك زي الساعة. القلب مش بس محتاج أدوية، محتاج أكل يكون ذكي ومتوازن. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، واكتب لي في الكومنتات إيه أكتر أكلة فيهم ناوي تبدأ بيها النهاردة. الأكل الصح مش حرمان، الأكل الصح اختيار حياة. دمتم بصحة.